عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه مزيان؟ كلشي تمام؟ يوتيوب هاد الايام عامر بتحضيرات رمضان، شي معسلات، شي مملحات، شي نيطواياج. فانا اليوم جالسه في الدار فقلت علاش لا حتى انا نحضر شي حاجه. مع العلم كان غير انا والاخ نتاعي فما كانش تحضيرات كبيره، لكن ما فيها باس اللي كان عنده الواحد شويه الوقت يدير هاد التحضيرات. هاي نفقوه بزاف في رمضان، سورتو الا كان عنده دراري صغار. فالمهم اليوم عندنا مملحه دي سيكار حامرين، واحد الحشوه جديده بزاف، حشوه ديال الحوت بلوطو بنكهه الحوت، كتجي جديده بزاف وسهله مهله في متناول الجميع ان شاء الله. فخليكم معايا ومع التحضيرات. اول حاجه نعملها هي نشعل المقراش. محتاجه الماء سخون نرطب فيه الشعريه. ثاني حاجه نصايبوا الشرموله. فانا هندي 4 أو 5 تاع الفصوص ديال الثومه، شويه معدنوس، شويه قزبر، معلقه كبيره تاع الطوماط كونسونطري، نص حبه تاع الحامض المصير اللي مقطعته هو اطراف صغار، محتاجه واحد دويمه صغيره ديال الزعفران، وواحد لو كيوب ديال الكنور بمذاق الحوت حيت ما عنديش العطريه ديال الحوت. فانا عملت هنا معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره تاع التحميره، معلقه صغيره تاع الفلفله، وشويش ديال الملحه حيت لي صوص اللي غنستعملو مالحين. غنضيفو واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص دي زويتر، لاصوص المحار، غتزكي لينا النكهه ديال الحوت. غنعملو معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال صويا صوص، الصوص ديال الصوجا، ومعلقه كبيره ديال الزيت. ومن بعد نحشوهم مزيان باش يندمجوا لينا لي زانغريديون كاملين. غنضيف معلقه كبيره ديال لاصوص الحاره طاباسكو. انا بالحقيقه ما كنتش هاد النهار اولا نعمل بساطل، فما تخديتش، ما عنديش الحوت، لكن هادو لقيتهم في الفريغو فخرجتهم صباح بكري ديكونجولاو فغنستعملهم. هنا غادي ناخذ 4 ديال المربعات، 3 ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه، غنضيف عليهم الماء سخون بزاف. يمكن نعملهم 3، يمكن نعمل قل، غنشوف من بعد شحال غنحتاج. ودابا ندوزو نطيبو الحشوه. واحد المقله والعافيه مجهده بزاف. غنضيفو واحد المعلقه تاع الزبده كبيره وشويه ديال الزيت، شويه ديال الصدر تاع الدجاج اللي بقطع اطراف صغار بزاف، تقدروا تستعملوا لادانت اللي موجود عندكم. لا انا لا الاخ تاعي ما كناكلوش الصدر تاع الدجاج في الطاجين، فانا دائما ما كنشري الدجاج، كنحيد صدوره وكنجمعهم، كنلقاهم فوق الحوزه بحال هذا النهار. كنضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الشرموله، ونشحرهم مزيان. فهنا الدجاج شرب لي كلشي ديك الإقامه اللي عملنا، فغنزولهم ونعملهم في واحد المقله شويه كبيره وغارقه. في نفس المقله بلا ما نغسلها غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وشويش ديال الزيت كذلك، واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله، وغنضيف ليهم الحوت. هنا عندي شويه الكالامار، ما عنديش كميه كبيره لكن ماشي مشكل. ودابا غنضيف واحد كميه قليله ديال الحوت الابيض. هنا كنأكد ان العافيه تكون مجهده بزاف، حيت الحوايج الكونجيلاتور ديما كتلقوا لنا الماء بزاف. ودابا نزيد الكروفات، ما خصوش يطيب بزاف، يلا 2 دقائق وغنحيدهم.
دابا كنحاول نصفي، وديك لاصوص اللي شاطت لينا كنرميها في الشعريه ونخليها على جنب. نفس المقله دائما كنضيف لها معلقه تاع الزبده كبيره، واحد شويه ديال الزيت، وغنحاولوا نشحروا فيها البصله ديالنا لي زي شالوط. هنا عندي 3 أو 4 بصله الخضاريه شالوط، كتجي لذيذه في الحشوات. اون فوا كتدبل لينا شويه كنضيف عليها واحد فلفله كبيره حمراء اللي قطعتها طراف صغار حتى هي، ونضيف لهم باقي الشرموله اللي كتبقيه لينا. اون فوا كتشحر لينا كنضيفوا ليها الشعريه، هنا كنجمعوا جميع العناصر نحاولوا نشحروهم مع بعض، ومن بعد نذوقوا شي شويه نشوفوا واش مالحه ولا حاره. لا خاصنا شي حاجه نضيفوها. انا خاصني شويه الحرور فزدت لها شويه. وإن فوا كتبرد الحشوه كنضيف ليها كميه لا باس بها من الفرماج. هنا انا كنت جبت لاباط الفيلون، كتجيني ساهله في الخدمه وكتعجبني بزاف، لكن للاسف لقيتها كلها مقطعه كلها مهرسه، فمشيت نجري للسوبيغات اللي حدا الدار وجبت هذه البلديه باقي طريه عاد يلاه جابوها فنستعملها. واخا ما انا كتعجبني الفيلو كتر، لكن معليش نقدروا باللي عندنا. لكن الحمد لله رقيقه بزاف وطريه فساعدتني بزاف. كل مثلث نعملو فيه واحد كميه لا باس بها تاع الحشوه وكنلفوها. هذا الفيديو كيشرح نفسه. حنايا المغرب لهذا كتسموه حس تاع الكوابع زويناسو. الحشوه اللي عملت دات لي كميه لا باس بها الحمد لله. واخيرا ساليت هذه اخر وحده، اخر سيجار. انا من واحد المجموعه نديرها في الفران، شوف كيف جات الحشوه، ذوقوها وتعشوا منها كذلك مع واحد براد تاع اتاي ان شاء الله. وباقي نجمعوه في واحد لابواط، نحاولوا لي سيجار ما نديرهمش قاربين لبعض، خليو لي سباس بيناتهم باش ما يتلاصقوش، ونفرقوا بيناتهم فيلم اليمونتير، نعملهم في اون بواط وندخلهم الكونجيلاتور حتى غدا ان شاء الله، ونعملهم دي ساك للكونجيلاسيون ان شاء الله. البلاطو ندهنوه بالزيت، ما نحاولوش ندهنوه بالزبده حيت الزبده كتكون مغمله في الاول ولكن غير شويه وكتدبل، انما الزيت كيحافظ عليهم هكاك على القرمشه يبقاو نهار كامل مقرملين. اون فوا تيبو كندير لهم شويه الفرماج وكنرجعهم يسخنوا.
وهذا هو الشكل نتاعهم النهائي، كيجيب لذاذ بزاف بزاف. مقرملين. سلام فيديو ديالنا، الى اللقاء.